ازاي تجيب اكتر من 100 نقطه في الجوله 27 في فانتازي الدوري الانجليزي؟ انا عارف يا ليميد ان انا اخر واحد اتكلم في الموضوع ده، بس معلش عدوها معايا. الجوله 27 من فانتازي الدوري الانجليزي فيها شويه ماتشات حلوه وبدايات ماتشات حلوه لفرق، فبالتالي هنركز على بعض الفرق اللي نجيب منها لعيبه، وما تقنعنيش ان انت ما بتستفادش مني. ما هو مش لازم كل الاختيارات اللي هنقولها هتصيب يعني. المهم يا سيدي، اهلا وسهلا بيك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيك في الحلقه التحضيريه للجوله 27 من فانتازي الدوري الانجليزي، وان شاء الله باذن الله هخلص الحلقه دي قبل الست دقايق باذن الله. احنا داخلين تحدي مع نفسنا، فلذلك يلا بينا بسرعه نتكلم في محتوى الحلقه. شوف يا سيدي، احنا عندنا بورنموث عنده دبل الجوله 28 وعنده ماتش قصاد بيرلي قصاد الجوله 27 في فانتازي الدوري الانجليزي. فلو عايز تبتدي تركز على بورنموث اقول لك اوكي. هتقولي طب ما لوتون تاون نفس الكلام، هقول لك لا، لوتون تاون متزيل الدوري تقريبا في الترتيب ال 18، فانا خايف منه شويه. الحاجه الثانيه اللي لازم انبهك ليها ان احنا بنصور اثناء مباريات الكاس، يعني انا بصور معاكم ماتش مانشستر سيتي ولوتون تاون شغال، فانا هقول لك الاختيارات اللي انا اعرفها لغايه دلوقتي. الجد جديد، فاحنا كده كده عايشين معاكم في الكومنتات. حصل اي حاجه اي مشكله كلمنا على الكومنتات وهنرد عليك. خش بقى على فقراتنا، مين يزور ومين يغور. مين يزور تشكيلتك للجوله 27 من فانتازي الدوري الانجليزي، ممكن يكمل معاك جوله او جولتين بعد كده، ومين يغور من تشكيلتك من الجوله 27 وما يكملش معاك بعد كده. زي ما قلت لك كده في البدايه، بورنموث لو عايز تركز عليها فاحنا بنرشح لك اتنين. رقم واحد سولانكي، مهاجم بورنموث. الراجل ده انا مش محتاج اقول سولانكي بيعمل، انت كده كده عارف سولانكي، وناس كتير اصلا شاري سولانكي. فاللي ما عندوش سولانكي لو عايز تشتريه انا بقول لك اشتريه من دلوقتي من دلوقتي من دلوقتي. اما الشخص الثاني اللي رشحه لك من بورنموث وهو سينسي، مدافع بورنموث. سينسي برشحه لك ان انت لو عايز تشتريه من المدافعين الكويسين وبيشتغلوا، وعندهم كمان زي ما قلت لك بيرن الجوله 27 وعنده دبل في الجوله 28. ازيدك من الشعر بيت، وعايز اقول لك ان في اتنين لعيبه ما حدش واخد باله منهم شويه في برايتون. اولهم جروس يا جماعه، باسكال جروس اخر 4 جولات او اخر 5 جولات، يعني 4 جولات او 5 جولات ما عملش اي بلاك، شغال بيجيب في ال4 جولات شغال. نسبه امتلاك كمان مش كبيره، وكمان يعني بقى ديفرنشال وشغال. هو القلب النابض دلوقتي في نص ملعب برايتون لغايه لما يفوق عم ميتوما نشوف دنيته فيها ايه. عندك كمان من برايتون بنقول لك لويس دانك اخر 4 جولات طلع جوله واحده بس بلانك، فهو لغايه دلوقتي اختيار مناسب واختيار ممتاز. بنتكلم في نسبه امتلاك حوالي 5 مليون، يعني ديفرنشال شويه، وبتتكلم برضو ان هو حوالي 5 مليون او 5.1 مليون ده القيمه بتاعته، هي 5% اسف، اللي هي نسبه امتلاك، و5.1 مليون ده القيمه بتاعته. اما بقى عن مين يغور، فاحنا اولا بنعتذر لكم جدا ان احنا وقفنا حال هالاند، لان هو اللي هيغور معانا، وكنا قلنا عليه بقى لنا 3 جولات لغايه لما جات له اصابه، والعوده بتاعته احتمال تبقى 16 مارس، فطبعا هيبقى فيه حوالي جولتين 3 هالاند. هويلاند مش معاك، خلي معاه هويلاند، احنا بنعتذر له جدا وبيعه يا باشا. فاحنا اسفين. نمبر 1 الجوله 27 من فانتازي الدوري الانجليزي، واكتر لاعب هيجيب نقاط باذن الله ان شاء الله هيكون ساكونيا باكايو ساكا. ان شاء الله هو هيكون نجم الجوله. عندهم ماتش قصاد شيفيلد يونايتد، طبعا احنا شايفين الفوق اللي فيها ارسنال دلوقتي الله اكبر يعني عليهم، فبنتوقع ان ساكا هيكون هو نمبر 1 هذه الجوله. هاتريك كابتن، مين الكابتن المضمون للكابتن للجوله 27 من فانتازي الدوري الانجليزي؟ هقول لك برضو هو ساكا هو الكابتن المضمون لهذه الجوله. لكن لو عايز تكابتن بقى حد ريسكي ومحدش هيكابتنه كتير غيرك انت مثلا، وقع وكام واحد كده من الصالحين، فهو سولانكي قصاد بيرلي، ده اللي هيبقى ريسكي شويه، مش كتير هيفكر ان هو الكابتن سولانكي، هتبقى ان شاء الله ظبطت معاك باذن الله يعني ان شاء الله، ما انت كده عارف اللي فيها. اما عن رشا، لاعب نسبه امتلاكه قليله لكن لو معاك هيفرق معاك بشكل كبير جدا، الا وهو دوغلاس لويس من استون فيلا. الواد ده يا جدعان هيبتدي ان هو يطلع نار من بقه، عمل شغل هايل الماتش اللي فات، وقبل كده برضه هو النتائج بتاعته مش وحشه يعني. فحاول ان انت لو عايز تفكر تشتري حد من نص ملعب او حد عموما من استون فيلا، فاحنا بنرشح لك دوغلاس لويس. اما عندنا شنتي فالح، لاعب نسبه امتلاكه كبيره لكن مش هيعمل حاجه الجوله الجايه، وهو الخازوق يعني من الاخر، فاحنا بنتوقع ان هو هيكون بالمر من تشيلسي قصاد برنتفورد. بنتوقع ان هو هيكون الخازوق، واللي ناس كتير شاريه وفاكر ان هو هيعمل حاجه، بس انا متوقع ان هو مش هيعمل حاجه. انت فاهم الليله طبعا. الله الخفي، لاعب نسبه امتلاكه قليله جدا، وبالنسبه لفرقته عنده ماتش يعني في البسيط منه ونسبه امتلاكه قليله. المره دي هنكسر القاعده شويه يا جماعه، وهنسيب حته الفرقه اللي هو هيلاعبها، لان هو هيلاعب شيفيلد، فاحنا خلال هذه الجوله نختار كاي هافرتز. بكلمك في نسبه امتلاكه 1.8. كاي هافرتز بنتوقع ان هو هيلعب
هيلعب الماتش اللي جاي، وبنتوقع ان هو هيعمل حاجه باذن الله يعني ان شاء الله. فهو كاي هافرتز بكلمك في 7.1 مليون تقريبا الثمن بتاعه، فيعني الدنيا في اللذيذ بالنسبه لكاي هافرتز. هاتريك دريم تيم، اكتر 11 لاعب هيجيبوا نقاط خلال الجوله 27، وفي هذه الجوله بنلعب بتشكيل 3-4-3. في حراسه المرمى ديفيد رايا من ارسنال، واما عن ثلاثي خط الدفاع فهم صليبه من ارسنال، وكيفور من ارسنال، ولويس دانك من برايتون. واما عن رباعي نص الملعب فهم ساكا من ارسنال، ودوغلاس لويز من استون فيلا، ودي بروين من مانشستر سيتي، وجروس من برايتون. واما عن ثلاثي خط الهجوم فهم هالاند من مانشستر سيتي، وسولانكي من بورنموث، وواتكنز من استون فيلا. فزي ما قلت لك كده يا صديقي، خلي بالك لو عايز تتقل شويه من بورنموث فاحنا موجودين معاك في الكومنتات. عايز تقول لنا على لاعب تاني او 2 لعيبه مثلا من بورنموث، احنا معاك. لو هنشوف لك مثلا ترتيب، هنشوف لك قصدي التقييم بتاعهم وكده، ونقول لك تشتريه ولا لا. والحاجه الثانيه خلي بالك من لعيبه لوتن تاون، لان انا ما بامن لهمش بصراحه. ادي بايو بقى ولا موريس ولا ايا كان، انا مش مديهم اي امان بصراحه خالص. وفي الفتره الجايه هنبتدي ان احنا نركز برضو على ارسنال، لان ارسنال ماسك فورمه حلوه قوي قوي قوي. مش عايز اتكلم على ارسنال دلوقتي عموما، يعني هم ماسكين فورمه حلوه دلوقتي وممكن تستفيد بيهم الايام اللي جايه. لو الحلقه عجبتك يا ريت تعمل لي لايك وسبسكرايب وشير وتشارك على قناه السوشيال ميديا اللي هتلاقيها في الديسكربشن. وباذن الله ان شاء الله تيم هاتريك كله بيبقى موجود معاكم في الكومنتات على كل الحلقات. في اي حاجه انت عايز تسالنا عليها في الفانتازي يبقى اعمل لنا كومنت وهتلاقينا بنرد عليك. فشكرا جدا ليك يا صديقي ان انت وصلت معايا لغايه هنا. ما تنساش لايك وسبسكرايب وشير وتشارك على قناه السوشيال ميديا اللي هتلاقيها في الديسكربشن. شكرا جدا ليك، سلام.